بعد الجائزة التي أحرزتها الطفلة مريم أمجون الفائزة بتحدي القراءة العربي والذي فرح جميع المغاربة، في خبر مفرح آخر أبطاله أطفال مغاربة، تمكنت مجموعة من التلاميذ المغاربة من انتزاع اللقب العالمي الأول بالمسابقة الدولية للحساب الذهني بعد تنافسهم مع أزيد من 30 دولة مشاركة في التظاهرة التي أقيمت بدولة تركيا. وكشفت اللائحة النهائية التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي عن حصول التلميذة ملاك بالعربي على الرتبة الأولى عالميا في المستوى الأول المكتوب الخاص بالحساب الذهني، والتي تتابع دراستها بالسلك الابتدائي بإحدى المدارس العمومية بالصويرة. وأيضا التلميذ آدم حواس على الرتبة الأولى بالمستوى الرابع في المسابقة، ويتابع دراسته بالسلك الإعدادي، فيما توجت التلميذة كنزة غوينمي الرتبة الثانية بالمستوى الرابع في ذات المسابقة. فيما تمكن التلاميذ الأربعة الآخرين شدى الصفاقس وهبة بن جلون وندى الصفاقس وأشرف الوزاني من إحراز مراتب متقدمة في هذا الاستحقاق والفوز بالكأس الذهبية. وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تمكين التلاميذ من إبراز المهارات في إجراء العمليات الحسابية بطريقة ذهنية وبدون استخدام الورقة والقلم أو الآلة الحاسبة في ورشات تدريبية متتالية. المشاركون السبعة الذين مثلوا المغرب في هذه المسابقة العلمية تحدوا الصعوبات من أجل توفير وتغطية نفقات التسجيل وتكاليف التنقل والإقامة خلال فترة التظاهرة بتركيا، إذ أصر آباؤهم على تحقيق مراد أبنائهم وتحملوا عناء تأمين المصاريف بالرغم من غلائها. ويبقى السؤال: ماذا لو تكلفت الدولة بتأطير ودعم مثل هذه الطاقات الفتية؟